قبل ما يبقى صلاح الدين صاحب موقعة حطين وبطلها ومحرر القدس، كان شاب صغير نشأ في ظل عمه في وسط جيش قوي وفي وسط دوامات سياسية ومواقع عصابية شادة، ونشأ أيضا بين مؤامرات خطيرة في قلب مصر الفاطمية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل مدارك أونلاين. نحن على موعد اليوم مع قصة جميلة رائعة سنتلقاها مرة ونأخذ عنها فكرة عن الدبلوماسية وعن الذكاء الطبيعي لدى الإنسان. فدعونا نكمل ونذهب مسرعا لقصتنا اليوم. في سنة 1163 بنذهب مسرعين إلى مصر اللي في الوقت ده كانت تحت حكم الخلافة الفاطمية. وخليني أقول لك يا أفندي بمنتهى الصراحة ومنتهى الإتقان إن الوقت ده كانت مصر على فوضى عارمة وغير سيطرة بالمرة. يعني بمعنى إن في الوقت ده منصب الخليفة ما كانش له أي 30 لازمة، وإن الوضع السائد والسيادة والسيطرة كانت في يد منصب الوزير. وده شق طريق للصراعات بين بعض القادة، منهم 2 مشهورين في ضمن الصراعات على منصب الوزير. واحد اسمه درغام والتاني اسمه شاور. وخليني أقولك يا صديقي إن الصراعات ديت نشأ عن إيه أو نشأت ليه؟ بسبب ضعف الخلافة ذات نفسها، وجود ضعف عسكري شديد، ويتدخل أحد من البره بيحط قوانينه ويحط حاجاته ويتدخل في شؤون الدولة. لذلك نشأ الصراع اللي بيحصل بين الاتنين اللي قلتلك عليهم. خلينا نقول لك مسرعا مين هو شاور ده. شاور ده قائد عسكري اسمه شاور مجير السعدي، وقائد مهم في الدولة الفاطمية، وكان هو والي الصعيد في الوقت ده. وكان بيرغب يا صديقي ان هو يوصل لمنصب الوزير، ولكن بتحصل صراعات بينه وبين القائد الجيش اللي اسمه درغام. ولكن بعد انتهاء تلك الخلافات بيقدر ان هو يوصل لهدفه وبيوصل لمنصب الوزير بالفعل، لكن مش بيستمر طويل، حيث ان هو بيتعرض لخيانة وبيتعرض لتهديد عن يد مين؟ على يد درغام اللي هيهدده بالقتل لو رجع مصر تاني. ولكن بيخرج شاور وبيدور قدامه، ما بيلاقيش حد قوي في الوقت ده غير حد شجاع جدا، وهو حاكم الشام في مدينة العراق. هيذهب له اللي هو مين؟ اللي هو نور الدين محمود. نور الدين محمود حاكم قوي وشجاع، يرغب في توحيد المسلمين تحت راية واحدة، ألا وهي راية الإسلام والسنة. هيروح له هيعرض عليه صفقة. طب عبارة عن ايه الصفقة ديت يا أفندي؟ إلى الصفقة كالتالي: هتساعدني ان اجلس على منصب الوزير، ومن ثم هسمح لك بانك تتخذ قرارات في تلك الدولة وتدخل وتخرج براحتك. ولكن هنا نور الدين محمود هيوافق. طب ليه يا صديقي؟ هيوافق لان هو ليه نظرة في مصر، وشايف ان هو لو ما سيطرش عليها وبقت تحت حكم دولته هتقعد تحت مين؟ تحت ايد الصليبيين، لان الصليبيين في الوقت ده كانت طبعا محتلة بيت المقدس. ومن ثم لو احتلت مصر فانت كده بتزعم العالم العربي كله، وهتفتح على الشام والبعض الدول العربية ستكون في خطر ان احتلت مصر من قبل الصليبيين. فبالفعل بيوافق نور الدين الزنكي اللي هو نور الدين محمود، بيبعت معاه حملة بقيادة مين؟ بقيادة قائد عظيم جدا اسمه أسد الدين شركو. أسد الدين شركو لما هيذهب في الحملة ديت بقيادة الجيش هياخد معاه ابن أخوه صلاح الدين الأيوبي، وبينطلق على مصر فعلا، وبيرجع شاور لمنصبه كوزير. ولكن بيفضلوا في مصر طبعا. ولكن شاور ما سريعا ما بيبدأ يحس ان شيركو
له صيته في الدولة وإنه قوي وبدأ يخاف منه. فعمل شاور حركة ندالة. حركة ايه يا صديقي؟ حركة ان هو راح اتعاون او عمل اتفاقية مع الصليبيين ان هم يعملوا ان هم يخلصوه من شركه. وبالفعل بتأتي حملة من الصليبيين وبيحاصروا شركوه في مصر، في مدينة بلبيس بالأخص. ولكن الأحوال بتتمش كالتالي، يعني بتتمش بسلوكية كما هم عايزين. لكن طبعا عشان حفظا على سلامة مصر والمصريين بيلجأ شيركو ان هو يعمل هدنة، ان هو يخرج من مصر تماما بجيشه. وديت بتكون احداث الحملة الاولى على مصر. بعد كده بنرجع بالزمن تاني وبنخش على الحملة التانية. الحملة التانية اللي بتكون برضو بقيادة أسد الدين شيركو، ومعاه مين؟ معاه ابن أخوه صلاح الدين الأيوبي. طب هم رجعوا تاني ليه يا صديقي؟ خليني أقول لك يا فندم إن هم رجعوا تاني عشان حاجتين. الحاجة الأولى إن هم عايزين يتخلصوا من شاور اللي باعهم في أول محطة وخانهم وخان نور الدين محمود. وهنا طبعا بتتعقد الأمور حيث إن الصليبيين مخليين شاور زي الشخليلة في ايدهم حرفيا يا صديقي، زي الشخليلة. بيقولوا له اعمل، بيقولوا له شيل، بيقولوا له شيل حد حط حد. وطبعا الوضع ده ما بيكونش عاجب تماما مين؟ نور الدين محمود، اللي هيبعت الحملة ديت عشان تخلص على شاور نهائيا. ولكن سريعا ما بيسمع الخبر مين؟ شاور بيلجأ إلى الصليبيين وبيعقد معهم اتفاقية مرة أخرى. الاتفاقية دي هتكون مع ملك بيت المقدس اللي هم الصليبيين. ولكن طبعا بيقبلوا الدعوة وبيدعموه بجيش. وطبعا بيكون محاصر فين؟ في بلبيس برضه. محاصر في بلبيس شاور شيركو، محاصر في بلبيس. فلما بيتحاصر في بلبيس بيكون من جوه شاور بيحاصره من جوه وبيحاصروا من بره الصليبيين، اللي بيشكلوا خطر وبيعملوا مجازر في بلبيس حرفيا ومعارك مدمرة. ولكن طبعا ونفس القرار مرة أخرى بيلجأ إليه أسد الدين شيركو إن هو يعمل هدنة. ولكن الهدنة دي المرة دي بشروط. شروطه إيه؟ شروطه إن هو يفضل في مصر سياسيا، وبيفضل الحال على كده وبيسحب الجيش ويرجع تاني للعراق لنور الدين محمود. لكن هنا طبعا الأحوال بتدهور أكتر، ولسه وزير برضه شاور لسه وزير زي ما هو، والأحوال ليست على ما يرام. طبعا اللي على نار مين؟ اللي على نار نور الدين محمود. شايف ان الصليبيين بيرتدوا اكتر وممكن في اي وقت يحتلوا مصر بالكامل، وان حصل ده زي ما قلت لك هيبقى خطر على مين؟ خطر على الشام وعلى الدول والمناطق العربية. فهيعمل ايه؟ هيقوم نور الدين محمود برسالة الحملة التالتة، واللي هتكون فيها الخلاصة والرصاصة يا صديقي. خلينا اكمل لك واقول لك ان من خلال الحملة التالتة ديت اللي هتكون برضه بقيادة مين؟ بقيادة اسد الدين شيركو، ومعاه مين؟ معاه ابن اخوه صلاح الدين الايوبي. بس المرة دي هتكون بجيش قوي، يعني هيخلص ويرجع. طبعا الاحداث بتكون مدمرة وبيرجع ان هما يخشوا مصر. لكن مسرعا ما بيعرف شاور بالحوار ده، بس بيحاول الهروب، مش بيحاول اتفاق، ده بيحاول يهرب من اللي هو فيه. يهرب من اللي هو فيه يا صديقي، لان هو كان حرفيا مزيج ألعوبة بين الصليبيين اللي كانوا دخلوا مصر بالفعل وعملوا مجازر وما يعني حروب في مدينة بلبيس بالأخص تشيب لها الأبدان. عملوا حروب مع الأهالي والهدف منها واضح وصريح، وهو السيطرة على مصر. طبعا من هيسكت؟ محدش هيسكت هنا يا صديقي. وبالفعل هيطلق نور الدين محمود الحملة وهتوصل مصر، ولكن هتدخل عن طريق مين؟ عن طريق الصعيد وبالأخص محافظة أسوان، متجهة إلى شمالا في القاهرة. هيخش القاهرة أسد الدين شيركو، وهيستطيع هيدخل في حرب مع الصليبيين ومع شاور. ولكن الأحداث بتتم سريعا وبيقدرش يهرب شاور. ايه مسكوه؟
أيوة بيمسكوه يا صديقي وبيهزموا الصليبيين وبيخرجوهم من مصر. بيخرج الصليبيين وبيهزمهم، لأن الصليبيين شافوا إن مفيش مفر من تلك المعركة، فبينسحبوا تكنيكيا وبيذهبوا من مصر. وبيلقي القبض على مين؟ على شاور، علشان يحصل فيه أحشى حياته واللي هيعدم. وأحسن حاجة يا صديقي إن هو هيعدم. اللي هيعدم ليه؟ هقول لك لأنه عامل حاجة جنونية. يعني غير إن هو خانهم أصلا في الأول، في الحملة الأولى خانهم واتعاقد واتفق مع الصليبيين. عمل حاجة لما إجت الحملة بقيادة أسد الدين شركوه، هيعمل حاجة جنونية اللي هو ولع في مدينة الفسطاط. أمر بحرق مدينة الفسطاط اللي هي كانت العاصمة في الوقت ده، اللي هي القاهرة القديمة، بيحرقها كلها بأكملها. فده حركة جنونية حرفيا. فبيعدم بالطريقة ديت، واللي بيعدمه أسد الدين شركوه لخياناته المتكررة ولحظاته الجنونية اللي عملها دي. لكن خلينا افاجئك واقول لك ان اسد الدين شركوه ما بيطولش. يعني ايه يا ابو حميد؟ يعني يا فندي اسد الدين شركوه بعد الواقعة ديت بشهرين هيتوفى. اوبا، طب هيتوفى ليه؟ هيتوفى بعد ما كان عينه الخليفة الفاطمي العاضد لدين الله، هيعينونه وزير لان هو مفيش الا هو. لكن طبعا بيتوفى بعد تعيينه بشهرين. طب مين هيمسك مكانه؟ بيضطر القائد أو الخليفة الفاطمي بتعيين القائد صلاح الدين الأيوبي وزيرا لمصر. طب هيعينه كده خلاص، وهل الناس موافقة؟ خليني أقول لك إن الناس كانت معترضة. طب ليه؟ أولا إن هو مش مصري، يعني هو مش مصري، مش من مصر. ثانيا وده الأهم، إن صلاح الدين لسه شاب صغير. ثالثا والأكثر أهمية، إن هو سني ومصر كلها شيعة فاطمية، فهيحصل مناوشات وخلافات. ولكن صلاح الدين كان أكثر ذكاء ودهاء، بيسيطر على الموقف. ولأن جنود الجيش الخاص بيه بيحبوه وبيتفقوا معاه، فبيوافق جميع الأطراف على تولي صلاح الدين الأيوبي الوزارة. ولكن يا صديقي، دعني أخطفك خطفة مسرعة وأقول لك مين صلاح الدين الأيوبي ده. اصلا صلاح الدين راح مع عمه، صلاح الدين جه مع عمه، صلاح الدين ذكي، صلاح الدين شاب صغير. مين صلاح الدين ده؟ ونشأ ازاي؟ وازاي وصل لمنصب الوزارة في مصر؟ خليني اقول لك مسرعا، فيلا بينا. خلينا نرجع بالزمن لورا يا صديقي لسنة 1137، وبالأخص في قلعة تكريت في العراق. بيتولد طفل بيسمى يوسف، اللي هيعرف بعد كده باسم صلاح الدين، في ليلة عاصفة قاحلة. قحيلة ليه يا صديقي؟ لأنك هقولك في اليوم ده بالذات بينطرد والده اللي اسمه نجم الدين أيوب، اللي كان والي على تلك المنطقة في تلك الفترة. بينطرد من هذه المنطقة هو وأهله والأسرة عامة، يعني في مولد في نفس الليلة اللي بيتولد فيها مين؟ بيتولد فيها صلاح الدين. بينتقلوا من فيها يا صديقي؟ بينطلقوا من تكريت إلى منطقة أو مدينة بتسمى الموصل، لأن يعتبر أو يعني تكنيكيا، يعني تاريخيا، إن هذه النقلة ستكون تاريخية وستكون مؤثرة في تاريخ صلاح الدين الأيوبي، اللي هينتقل مسرعا إلى الموصل وهينشأ وسط العلم والعلوم والدين، واللي هيتأثر بيهم جدا لأنه كان ما بيحبش الحروب إطلاقا، وبيحب الهدوء والكتب والاطلاع في المكتبات. ولكن انظر مسرعا إلى صلاح الدين اللي بينشأ وبيكبر واحدة واحدة، ومع الوقت بيبقى جزء من جيش مين؟ هو هو يا صديقي جيش نور الدين محمود، الحاكم الشجاع القوي، الذي يطمح ويطمع في توحيد المسلمين تحت راية واحدة. طبعا يا صديقي، اللي بيلاحظ قوة صلاح الدين الأيوبي مين؟ نور الدين محمود. بيلاحظ قوته وذكائه ودهائه، فبيضطر ان هو يبدأ يقربه منه. وبنشوف ده في الحملات الثلاثة اللي عملهم نور الدين محمود بقيادة أسد الدين شركوه. في الحملة الأولى اللي كانت امتى؟ اللي كانت عام 1164، اللي بيذهب فيها مع عمه
وبس ما بينتصرش وبيرجع تاني. وبنشوفه في الحملة التانية اللي بتكون 1167، ولكن طبعا بيرجع للهدنة وبيرجع تاني مع عمه. وبنشوفه في الحملة التالتة اللي كانت على عام 1168، وبعدين بيفضل هناك زي ما قلنا لك، وزي ما قلت لك ان هيوصل بعد كده لمنصب الوزير وهيفضل في مصر. خلينا نرجع تاني يا صديقي لتوليه منصب الوزير. هيعمل ايه بعد ما تولى منصب الوزير؟ هيعمل حاجات كتير. هيعمل حاجات منها حاجات زي ايه؟ حاجات ان هو مش شايف الوضع على ما يرام. الوضع مش تمام، البلد فوضى عارمة حرفيا. فهيبدأ أول حاجة يعملها إن هو يعين القادة الخاصين بيه أو من جيشه والمخلصين ليه وللسنيين بالمناسبة في مناصب مهمة في الدولة. ثانيا هيتلاشى القادة. مين؟ القادة الشيعية، مش على السنة ومش عايزينكوا حرفيا. ثالثا وده الأهم، إن صلاح الدين بقى هو الحاكم، وبقى مهم يتخذ قرارات مهمة زي إيه يا صديقي؟ زي إن هو بدأ أو شال عامة الدعاء للخليفة الفاطمي من بعض المساجد. بدأ يعمل حفل أو حركة تفكيرية أو فكرية ودعوية، إن هو يرجع تاني لأهل السنة أو العلماء السنيين إلى مصر، ويعيد التفكير السني في مصر، ويعيد طبعا دراسة السنة مرة أخرى، اللي هو وخصوصا الشافعي، وخصوصا الشافعي لأنه كان أكثر أهمية في الوقت ده. وطبعا من خلال معرفة صديقي أو من خلال ما هقولك، إن طبعا هيوقف الدراسة فين؟ في الجامع الأزهر الشريف. طب هتقولي ليه؟ هقولك لو مش عارف ليه، لأن الأزهر الشريف في الوقت ده، الأزهر الشريف في الوقت ده كان بيدرس الشيعة. فلو عايز تعرف تفاصيل أكتر، الحلقة موجودة عندك على اليوتيوب عن الجامع الأزهر الشريف، هتعرف ان ليه صلاح الدين الأيوبي جمد التعليم في الأزهر الشريف. خلينا نرجع تاني واقول لك ان الأوضاع ما بتمشيش تمام، ولكن بتمشي حلاوة. ازاي؟ هقول لك، وإذ فجأة موت الخليفة الفاطمي العاضد لدين الله. أبا بيموت، أي نعم يا صديقي. وخلينا نفكر أقول لك إن ده بيكون آخر الخلفاء الفاطميين في مصر. لا يا فندي، ليه يا فندي؟ خلاص مفيش خلفاء تاني، ملوش ابناء، ملوش اقارب يمسكوا بعده؟ هقول لك لا، فيه. بس صلاح الدين الايوبي مش هيعين. ايه؟ مش هيعين ليه؟ ليه؟ هقول لك يا صديقي، ان صلاح الدين الكل كان متوقع وكان منتظر بعد وفاة الخليفة الفاطمي انه يتم تعيين خليفة فاطمي جديد، ولكن المفاجأة ما بعينش خليفة فاطمي جديد. وفي يوم الجمعة بعد الخطبة مباشرة بيتم الدعاء لمين؟ للخليفة العباسي المستضيء بالله. خليفة عباسي يعني أبو حميد. هقول لك يا صديقي، يعني الخلافة العباسية بقت في مصر حاليا، وبقت هي السائدة. السنية موجودة في مصر حاليا. طب والخليفة الفاطمي؟ هقول لك الخليفة الفاطمي وأقولها بكل صراحة كده، إن الخلافة الفاطمية انتهت في مصر. إيه؟ انتهت في مصر خلاص، فركش. تنتهي يا أبو حميد خلافة الفاطمية بعد 202 سنة حكمت مصر. فاكر يا صديقي من أيام جوهر الصقلي والمعز لدين الله الفاطمي ما جت مصر؟ أهو انتهى ذلك العصر يا صديقي. وطبعا زي ما قلت لحضرتك، انتهاء الخلافة الفاطمية وبداية عهد جديد الخلافة العباسية في مصر السنية. وركز في كلمة السنية. طبعا هتقول لي الناس اعترض، هقول لك لا، ده الغريب في الامر ان المصريين ما اعترضوش وكانوا يعني، لان اصلا ما اعترضوش ليه اصلا؟ لان اصلا هم المصريين كانوا اهل سنة، في الاصل هم اهل سنة. لكن مين اللي اعترضوا وعملوا ثورة وقلبوا الدنيا؟ هقول لك القادة الشيعيين. ولكن صلاح الدين كان ذكي وفطن وبيسيطر على الموقف وبيحسم الامر. بيحسم الامر يا صديقي، بيقول لك ان هو خلاص بقى الحاكم الفعلي والحقيقي للدولة، وبيبدأ ايه؟ بيبدأ يأسس دولته الخاصة، الدولة الأيوبية.
ولكن هناك حلم يشغله ويدور في عقله كل يوم، ألا وهو تحرير القدس، وبيبدأ يجهز لتحرير القدس. لكن يا صديقي، خليني أقول لك بمنتهى الصراحة، انتظرنا الحلقة القادمة. الله، طب ما تكمل يا أبو حميد. هقول لك يا عزيزي، ده قدامك الحلقة واحد، يعني في حلقة جاية، وهي هنا بتنتهي حلقتنا، ولكن لم تنتهي قصتنا بعد. لسه في المرة الجاية هنعرف المناورات الصليبية، وازاي انتصر في معركة حطين، وايه اللي حصل لمعركة حطين اصلا، وايه اللي وصلنا هناك، وازاي بيحاصر القدس، وازاي بيكسب القدس وبيستطيع اعادتها. كل الاحداث دي هنعرفها، ومات ازاي، وازاي مات اصلا، مرضه كان ايه. كل تلك الاحداث سنعلمها في الحلقة القادمة. فما تنساش، لو انت بتشوفنا على اليوتيوب، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. وما تنساش طبعا اللايك الجميل والكومنت الرائع. الغالي يا غالي، الغالي يا غالي. وما تنساش تصلي على النبي. كنت معكم أحمد بن الخياط من قناتكم المفضلة مدارك. سلام.